دلوقتي طبعًا يا أصدقائي هنروح للreceiver ولو عايزين نشغّل الخاصية دي، يعني هي ليها مميزات وليها عيوب، أنا بالنسبة لي باحبها خاصية يعني ممتازة جدًا، جدًا، هتلاقيها في معظم الرسيفرات. طيب علشان نوصل للخاصية دي يا أصدقائي تمام، بنخش أول حاجة menu وبعد كده بنخش على حاجة اسمها ضبط النظام. تمام، بعد كده هنلاقي كلمة اسمها النظام، هننزل لتحت كده هنلاقي يا جماعة الخاصية أهي التحكم بالصوت لكل قناة. طيب معناها إيه دي يا أصدقائي؟ معناها دي على فكرة سهل جدا وبسيط جدا، إن أنا دلوقتي مثلا لو جايب قناة المجد ومخلي الصوت مثلا على رقم 2، تمام، الصوت هيثبت على رقم 2، ولو جيت رحت القناة تاني بعدها خليت الصوت مثلا على رقم 20، تمام، الصوت هيبقى في القناة على رقم 20. يعني لو رجعت للقناة بعد كده اللي هي المجد برضه هنلاقي الصوت واطي على رقم 2. فهتلاقي كل قناة بصوت لوحدها. القناة اللي انت كنت واقف عليها هوريك دلوقتي كل حاجة هتفضل ثابتة على نفس الصوت اللي انت كنت بتسمع بيه آخر مرة. وليكن ان احنا بعد ما شغلنا الخاصية كده هنرجع ونروح للقنوات مثلا اهو. تمام، انا عندي مثلا قناة اسمها ميكس بالعربي. انا دلوقتي يا جماعة تمام بصوا انا عاملها مثلا الصوت بتاعها اهو شرطة واحدة، يعني شرطة واحدة بس. لو رحت للقناة مثلا اللي بعدها، يعني هقلب على قناة تاني مثلا قناة زي دي الوان اهي واضحة قدامي، هنشوف الصوت بتاعها اهو. بصوا يا جماعة انا مخلي الصوت مثلا 6 شرط، تمام، 6 شرط. طيب لو رجعت للقناة اللي كانت قبلها زي كده اهو، وهنيجي نشوف الصوت اهو، كنت سايبها يا جماعة مثلا على شرطة وانا عليت شرطة. فكل قناة انا بتحكم في الصوت بتاعها. هاجي على القناة اللي بعدها مثلا هنشوف الصوت بتاعها اهو. بصوا يا جماعة الصوت اهو انا ما عليتش على فكرة، انا سايب القناة على نفس الصوت ده. ولو رجعت للقناة تاني اهي زي الوان هنلاقيها على نفس مستوى الصوت، يعني ما اتغيرتش، مع ان انا معلم مثلا كل قناة هتتحكم فيها لوحدها اهو. دي هنلاقيها اهو 3 شرط، انا بعلي شرطة واحدة. فكل قناة انت بتتحكم في الصوت بتاعها. تمام، انا دلوقتي عملت القناة دي مثلا وطيتها خالص اهو، الصوت واطي خالص على الاخر. ولو رحت لاي قناة تاني صوتها عالي مثلا اهو، هرجع لاي قناة تاني زي كده. تمام اهو صوت القناة دي شغال اهو عالي زي ما سامعين كده. لو رجعت عاد للقناة دي تمام هنلاقي مفيش صوت فيها، يعني مش هنلاقي يا جماعة صوت خالص. ليه؟ لأن أنا سايبها على الصوت مثلا إيه صامت. فدلوقتي لو عايز مثلا أنا أخلي صوت موحد هنقفل النظام. لو عايز طبعا يا جماعة أرجع للصوت الطبيعي بتاعي تمام وأخلي الصوت كله موحد على كل القنوات، بخش برضو على ضبط النظام بعد كده النظام، وأجي عند كلمة التحكم بالصوت لكل قناة بنخليها إيقاف. كده القنوات كلها هتبقى صوت واحد. إنما لو شغلنا الخاصية دي كل قناة هتلاقيها بصوت مختلف. لو أنت واقف على قناة مثلا خليته صوت رقم 2 هيفضل رقم 2، وقناة رقم 20 مثلا خليته الصوت على المستوى 20 هيفضل على 20 وهكذا. تمام. انما كده لو احنا عملناه ايقاف يبقى الصوت كله هيبقى موحد. حبيت اعرفكم على الفكره دي يا جماعه عشان ناس كتير طبعا بعتت لي في التعليقات، وفي تعليق والله جالي بيقول لي انا بقلب في القنوات بلاقي قناه صوتها عالي وقناه صوتها واطي. فالحل يا جماعه اهو هتلاقيه في الخاصيه دي، وشكرا.